ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلام. النهاردة الخبر اللي معانا وهو ماجد الكدواني بيقول: بيني وبين كريم عبد العزيز كيميا عجيبة وبنتي كانت عاوزة تتجوزه. كشف الفنان ماجد الكدواني سر الكيمياء بينه وبين الفنان كريم عبد العزيز، قائلا إن كريم عبد العزيز من أصحاب برج الأسد، ومن صفاته إنه قائد يستمتع باحتواء الآخر وينسى مشاكله في حين يحل مشكلة لشخص آخر، ومن ثم يستمتع بتحمل المسؤوليات، بينما القوس طفل يرغب في إلقاء الحمول على أحد. ومن هنا جاءت الكيمياء العجيبة بينه وبين كريم منذ اليوم الأول من التعارف في عام 2000. ماجد الكدواني خلال لقاء ببرنامج صاحبة السعادة المذاع على قناة DMC، وتقدمه الإعلامية إسعاد يونس، أنه من أصحاب برج القوس، ومن صفاته أنه منطلق دائما متابعا، مش بيحب حد يحجمه أو يقوله رحت فين. مش بيحب حد يحجمه او يقوله رحت فين وجيت منين، وجواه طفل بيشبط في اي لعبة بس مش عنيد. وأوضح أن كريم عبد العزيز دائما ما يقول له بأنهم ليس بصديقين أو أخوين فقط، ولكن مصروفين مع بعضهما البعض، وهناك كيمياء عجيبة بينهم منذ اشتراكهما في فيلم حرامية KG2. وتابع: من يوم ما تقابلنا حاسس اني مرمي في حضن حد، في حد حنين ومحتوي وأمين عليك وبيحبك بجد وبيخاف عليك بجد وحساس قوي، فبيراعي مشاعرك وبيهديك، فبقيت بعشقه. بنتي ساندرا بتعشقه، ولما كنت أسألها وهي صغيرة عاوزة تتجوزي قالت لي كريم عبد العزيز. طبعا الحب ده من عند ربنا، وهو بيقول هو كان بيحتويني وهو مسؤول عني، وانا من نوع اللي انا عامل زي الطفل اللي بيشبط في اي لعبة بس مش عنيد، وكنت عاجبني احتواء كريم عبد العزيز ليا. وده كان الفيديو اللي معانا النهاردة. دمتم بأمان الله وحفظه، واشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد، ويلا مع السلامة.